تاريخ وهوية مدينة الرستن. دراسة تاريخية. الكاتب الأستاذ بيار روباري. أصل تسمية رستن ومعناها. لم يتطرق أي كاتب من الكتاب العرب المستعربة الذين تناولوا تاريخ هذه المدينة إلى خورية الهيتية العريقة إلى أصل ومعنى اسمها أي رستن، ولا التسمية الثانية أراستان التي لم تدوم طويلا لأنها لم تلقي ترحيبا وقبولا من قبل سكان المدينة الأصلاء من الأخوريين، رغم أن هذه التسمية أيضا كردية خالصة، بعكس ما ادعى بعض الكتاب العرب الذين قالوا إنها مفردة سريانية دون أي شرح علمي أو تفسيرا لذلك. تسمية رستن مصطلح كردي قديم للغاية، مشتق عن المفردة الكردية رستن، وتعني النسج والتضبيط، أي ضبط الشيء على مقياس معين أو مقياس شيء. وحتى الشعر باللغة الكردية يسمى رست لأنه هو الآخر ينسج، بمعنى يضبط وفق قواعد وقوافي معينة. إليكم ما قاله المؤرخ والباحث السوري وهو عربي قومي الدكتور سهيل زكار، الذي عاش بين أعوام 19 و36 2020، حيث قال ما يلي: إن الكرد ليسوا أولئك الذين يسكنون شمال سوريا فقط، إنهم يسكنون كل الأراضي السورية، وخاصة مراكز المحافظات في سوريا من أقصاها لأقصاها، ونخشى أنهم سيطالبون بحدود كردستان التي تمتد حتى مدينة الرستن على الأقل، والتاريخ يؤكد ذلك. كان هذا مقتطف من مقال موسع للكاتب الأستاذ بيار روباري بعنوان تاريخ وهوية مدينة الرستن، موقع صوت كردستان. الإعداد سردار رامان، مع تحيات الأستاذ علي كولو.